من حيث الأفراد، إيران لديها عدد أكبر بكثير من الأفراد العسكريين. قوات عاملة حوالي 650 ألف فرد. قوات احتياطية حوالي 350 ألف فرد. قوات شبه عسكرية البسيج حوالي 90 ألف فرد عامل وحوالي 600 ألف فرد احتياطي. إسرائيل تعتمد احتياطي كبير. قوات عاملة حوالي 170 ألف فرد. قوات احتياطية حوالي 465 ألف فرد. 2. من حيث القوات البرية، إيران تمتلك عددا أكبر من المعدات. دبابات حوالي 4000 دبابة. قطع مدفعية ذاتية الدفع حوالي 2 قطعة. ناقلات جنود مدرعة حوالي 2500 ناقلة. إسرائيل تركز على الجودة والتكنولوجيا. دبابات حوالي 1650 دبابة بما في ذلك دبابات ميركافا. قطع مدفعية ذاتية الدفع حوالي 650 قطعة. ناقلات جنود مدرعة حوالي 6500 ناقلة. 3. من حيث القوات الجوية، إيران لديها عدد أكبر من الطائرات بشكل عام. طائرات مقاتلة حوالي 340 طائرة. طائرات هجوم أرضي حوالي 160 طائرة. إسرائيل تمتلك قوة جوية أكثر تطورا تكنولوجيا. طائرات مقاتلة حوالي 330 طائرة بما في ذلك طائرات F-35. طائرات هجوم أرضي حوالي 150 طائرة. طائرات تزويد وقود جوي حوالي 7 طائرات. تمتلك إيران 300 صاروخ باليستي بينما إسرائيل تمتلك أسلحة نووية